السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله عايزة اتكلم معاكم في حاجة مهمة قوي قوي. ازاي تهتمي بنفسك طول الوقت وانتي قاعدة في البيت، حتى وانتي بتنضفي، بتغسلي المواعين، بتطبخي. الموضوع مش صعب خالص، بالعكس الموضوع سهل جدا. ازاي؟ طول ما انتي مش هدومك مثلا نظيفة، او مش مهتمية بتسريح شعرك، او مثلا وشك مش حاطة فيه حاجة، على الاقل تكون مرطبة. صدقيني طول ما انتي هتبقى نفسيتك تعبانة وهتكوني متضايقة، ومش هتقدري ان انتي تشتغلي كويس في البيت. بمعنى ايه؟ ان انت هتفضلي طول الوقت حاسه ان انت ده انا هدومي مش نظيفه، طب ما الحق اعمل بسرعه، طب مش عارفه ايه. هتحسي ان انت متضايقه، هتحسي ان انت مش جالك نفس ان انت تشتغلي. لكن هقولك على حاجه بجد هتخليكي يعني تتشجعي جدا ان انت تشتغلي في البيت وتكوني مهتميه بنفسك قوي. اول حاجه، لما تيجي تشتغلي عندك تنظيف او غسيل مواعين او الكلام ده كله، تمام. هتروحي جايه تاخدي شاور كده كويس، تمام. وتلبسي هدوم تكون نظيفة خلاص. ما تعمليش بقى هدوم اي هدوم ليكي قديمه او ما اعرفش ايه والكلام ده، وهي اللي تنفضي بيها وتنضفي. لا صدقيني مش هتبقي مرتاحه نفسيا. البسي هدوم شيك وحلوه في البيت. سرحي شعرك، حطي كريم مرطب او كريم اساس، حطي مثلا كحل في عينيكي، حطي برفان، دي حاجه مهمه قوي خلاص. بس ما تحطيش اي حاجه مرطبه على ايدك. وخاصة وانتي داخلة تشتغلي في المطبخ. لو انتي داخلة تشتغلي في المطبخ في غسيل مواعين، كده كده مش هتستفادي بالحاجة المرطبة على ايديكي، تمام. كمان لو انتي داخلة تطبخي، برضو انصحك ما تحطيش برفان. يعني لو انتي هتنضفي البيت اوكي حطي برفان ومفيش مشكله، وحطي على ايدك المرطبات اللي انتي عايزاها وعلى وشك طبعا. لكن لو هتشتغلي في المطبخ هتطبخي، تجنبي اي روايح برفانات او الكلام ده كله او كريمات في ايدك، علشان ما تجيش في الاكل. هيكون كده حرام، يعني انتي بوظتي الاكل وكمان عملتي مجهود على الفاضي. فلما تهتمي بنفسك وبشعرك وتحسي انتي شكلك كويس وريحتك كويسه ومنظرك لطيف، لو بصيتي في المرايه وانتي بتشتغلي هتلاقي شكلك حلو. ممكن تلبسي مريالة شكلها شيك برضو، ما تكونش بقى اللي هي المبهدله وتكون مش نظيفه وتكون مقطوعه مش لا. صدقيني منظرك وانتي بتشتغلي في البيت هينعكس على نفسيتك وعلى ان انتي تدي في البيت، ان انتي تقدري تنضفي تشتغلي خلاص. انما لو منظرك مش حلو وكده صدقيني هتكون نفسيتك وحشه قوي. فزي ما قلت لك هي خطوات بسيطه جدا جدا وسهله ومش هتكلفك وقت خالص، بالعكس ده هم 5 دقايق بالظبط. كل الموضوع 5 دقايق هيبقى شكلك حلو، منظرك كويس. حتى لو زوجك جه من الشغل ولا حاجه وانتي لسه بتشتغلي في البيت هيبقى برضو شكلك كويس. مش هيبقى شكلك مش حلو وريحتك بقى بصل والكلام اللي احنا كنا بنسمعه في الافلام ده. لا طبعا بعد ما تستخدمي بصل او توم او الكلام ده طبعا لازم تستخدميه في المطبخ. اغسلي ايدك كويس قوي وجففيها. انا دايما حاطه صابونه وفوطه في المطبخ عندي. كل ما بعمل اي حاجه لازم اغسل ايدي كويس جدا، وكمان انشفها كويس قوي علشان ما تشققش، علشان ما تقشفش الكلام ده كله. ولازم تنشفي علشان ايديكي ما تشققش زي ما قلتلك. خطوات بسيطة بجد. بيننا وبين الاهتمام بنفسنا وبين الجمال حاجات بسيطة قوي ومش هتكلفنا اي حاجة خالص، تمام. بس يا رب يكون الفيديو افادكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تجربوا اللي انا قلتلك عليه. واشوفكم ان شاء الله يا رب في فيديو جديد. مع السلامه.